قبل أيام على نهائي دوري الأبطال بدأت وسائل الإعلام تتناول اللقاء الذي سيجمع برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بمقالات وتحليلات وصور، بعضها لا يخلو من الطرافة، حيث نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية صورة هزلية للويس سواريز تسترجع فيها مواجهة الأورجواني مع كيليني مدافع فريق يوفنتوس. سيعود سواريز لمواجهة كيليني مجددا بعد المواجهة التي جمعت بينهما في الصيف الماضي خلال كأس العالم التي أقيمت في البرازيل، حينما قام سواريز بعض كيليني خلال المباراة والتي جمعت بين منتخبي إيطاليا والأوروغواي في منافسات دوري المجموعات، وتم إيقافه 4 أشهر كعقوبة على سلوكه الغريب في الملاعب تجاه اللاعبين. وفي صورة ليكيب بدأ لويس سواريز وهو يغسل أسنانه بعزيمة كبيرة في إشارة لاستعداده لمواجهة المدافع الإيطالي مجددا، والتعليق الطريف على الصورة يقول: برسا يوفنتوس، سواريز يتحضر بقوة لمواجهة كيليني مجددا. الجدير بالذكر أن المهاجم الأورجواني كان قد عض كل من عثمان بقالي حينما كان لاعبا لأياكس، وإيفانوفيتش حينما كان لاعبا لليفربول، والمرة الثالثة عندما كان مع منتخب بلاده، والضحية